السلام عليكم حبايبي واخواتي تالتة اعدادي في كل مكان. احب ابارك لك على نجاحك وان شاء الله متفوقين دايما، واللي جايب درجة مش عاجباه تقلقش يا بطل، انا جنبك ومعاك ونعوض في الترم التاني. قصتنا النهارده عن درس ثورة 23 يوليو 1952. الثورة دي اللي شقلبت تاريخ مصر خالص، واللي شقلبت تاريخ الدول العربية وكان ليها تأثير جدا على شعوب العالم كمان. ايه ده يا مستر للدرجة دي؟ واكتر كمان من كده، وهنعرف ازاي مع بعض في الدرس. يلا نبدأ مع بعض. ثورة 23 يوليو 1952 اللي عملها تنظيم اسمه تنظيم الضباط الأحرار. ايه ده يا مستر؟ ايه التنظيم ده؟ التنظيم ده من الآخر كان عبارة عن شوية ضباط مصريين عملوا شلة مع بعض. الشلة دي سموها تنظيم الضباط الأحرار، اللي عملها ضابط كلنا عارفينه اسمه جمال عبد الناصر. الشله دي يا مستر اتعملت ليه؟ الشله دي اتعملت عشان خاطر حاجتين. اول حاجه عشان تقضي على القرف وعلى الفساد اللي كان موجود في مصر، تاني حاجه عشان تخلي مصر حره مستقله بعيد عن الاحتلال البريطاني اللي احنا كنا متكلمين عليه في الترم الاولاني. ازاي التنظيم ده كان سبب الثوره؟ بص يا معلم، الضباط الاحرار صحوا من النوم الصبح يوم 23 يوليو وراحوا سيطروا على اهم الاماكن في القاهره والاسكندريه، وبعد كده راحوا سيطروا على دار الاذاعه المصريه. ايه ده مستر؟ اشمعنى دار الاذاعه المصريه؟ هقول لك راحوا سيطروا هناك عشان هناك لا كان في تلفزيون ولا كان في سوشيال ميديا. امال يا مستر؟ هقول لك ما كانش في ساعتها غير الراديو، فراحوا سيطروا على دار الاذاعه المصريه علشان خاطر يطلعوا بيان. البيان ده اللي كان كاتبه يعني كان باسم اللواء محمد نجيب، اللي هو ساعتها كان قائد الجيش، كبير الجيش، الباب بتاع الجيش، قائد العام للقوات المسلحه. اللي قال البيان ده بصوته كان اشهر صوت في مصر ساعتها، وهو محمد انور سادات. قد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم. السادات مسك المايك وراح قال حاجتين. اول حاجه يا فاروق. ايه ده مستر اللي ماسك مصر كان فاروق؟ هقول لك يا فاروق احنا مخنوقين منك ولو سمحت امشي بره مصر. دي اول حاجه، وتمشي بره مصر وقدامك 3 ايام وتمشي قبل الساعه 6. طب يا مستر ثواني، هو هيمشي ويسيب الحكم مفيش حد قاعد فيه؟ هقول لك لا، هيسيب الحكم ويتنازل عن الحكم لابنه احمد فؤاد الثاني. طب يا مستر فاروق ما عانتش وقبل كده على طول؟ هقول لك طب يا مستر ايه السبب اللي خلى فاروق ان هو ينفذ الاوامر؟ هقول لك عشان خاطر 2 ادرك. اول حاجه ادرك ان الجيش والشعب بيكرهوه ومش طايقينه ومحدش هيقف جنبه. تاني حاجه ان هو ادرك ان الانجليز حبايبه واصحابه اتخلوا عنه وقالوا له ملناش دعوه بيك، فعلشان كده هيمشي ويسيب مصر. طب يا مستر ثواني، انت قلت لي ان الثوره دي شقلبت تاريخ مصر، ليه يا مستر؟ هقول لك عشان خاطر الثوره دي كان ليها سبب وكان ليها اهميه كبيره. الثوره دي كانت تكمله لحاجات من قبل كده، من الترم الاولاني يا ريس، من الترم الاولاني من ايام الثوره العرابيه، وبعدها ثوره سعد زغلول، ثوره 1919، ودي كانت تكمله ان احنا نطلع بريطانيا من مصر. طب يا مستر الثوره دي قامت ليه؟ هقول لك عشان خاطر كان ليها 6 اسباب. 6 اسباب كانوا للثوره. اول حاجه الاحتلال البريطاني. فاكر لما خدنا الترم الاولاني معاهده 1936؟ جميل، خليها معانا هنحتاجها كمان شويه. طب فاكر اخر حادثه اتكلمنا عليها وهي حادثه 24 فبراير 1942؟ ايه يا مستر الحادثه دي؟ الحادثه دي اما بريطانيا راحت حصرت قصر عابدين اما كان قاعد فاروق جوه. ايه ده مستر؟ ايه السبب؟ السبب ان بريطانيا طلبت من فاروق ان هو يعين مصطفى النحاس، ولكن فاروق فضل يماطم وقال لهم انا في الحمام ومش فاضل. ده كده اول سبب. تاني سبب وهو فساد النظام الملكي، ان الملك فاروق كان ملك ظالم وفاسد، زائد كان في كتير من الرشا. ايه ده يا مستر؟ ايه هي الرشا دي؟ الرشا دي اللي هي الرشاوي. الرشاوي ساعتها كانت ماليه مصر. ثالث سبب عندي هو عدم وجود حياه ديمقراطيه، ما كانش في حريه راي خالص في مصر. ايه ده مستر ليه؟ هقول لك يا معلم، في احتلال تمام والنظام الملكي اللي هو بتاع فاروق فاسد، يبقى ازاي هيبقى في حياه ديمقراطيه؟ فما كانش في حياه ديمقراطيه خالص. رابع سبب معانا وهي هزيمه الجيش المصري والعربي في حرب فلسطين 48. الجيش المصري والجيش العربي حصل له نفس اللي حصل لكروان مشاكل في فرحه، وانت اكيد اتفرجت وشفت اللي حصل. ايه ده مستر اللي حصل؟ هقول لك الجيش العربي من الاخر اتدغدغ في الحرب دي علشان هو ما كانش مستعد اصلا للحرب. ده هم قالوا له مره واحده يا جيش يا عربي في عركه، فقال يلا بينا، فاتدغدغ الجيش العربي في الحرب دي. زائد تاني حاجه
تمام، وهي ان الولايات وان بريطانيا هما الاثنين كانوا بيساعدوا اسرائيل. يبقى انا عندي سببين، دعم وعدم. دعم الولايات وبريطانيا لاسرائيل، وعدم استعداد الجيش العربي للحرب. خامس وسادس سبب الاثنين بيبداوا بكلمه سوء الاوضاع الاقتصاديه في مصر وسوء الاحوال الاجتماعيه في مصر. نبدا اول حاجه بسوء الاوضاع الاقتصاديه. مصر كان اقتصادها رايح في 60 داهيه. ايه ده مصر؟ ليه؟ هقول لك، فاكر اما اخذنا معاهده 1936؟ طبعا انا مستر مش فاكر، انا اصلا اخدت الاجازه وكبرت دماغي من المنهج خالص. هقول لك بص يا معلم، تعالى افكرك. معاهده 1936 كانت بتقول ان بريطانيا لو دخلت حرب عالميه ثانيه المواني والمطارات بتاعت مصر في ايد بريطانيا. فالمهم بريطانيا دخلت حرب عالميه ثانيه، وعلشان كده مصر اكنها بتحارب بالظبط مع بريطانيا في الحرب دي، فبالتالي كل الموارد بتاعت مصر تم استنزافها لغايه ما شطبت يا ريس. سادس حاجه سوء الاحوال الاجتماعيه، دي كان ليها سببين. اول حاجه ظاهره الاقطاع، تاني حاجة فساد الأحزاب السياسية. إيه ده مصر؟ يعني إيه ظاهرة الإقطاع دي؟ ظاهرة الإقطاع دي إن ناس يكون معاهم أراضي زراعية وإن ناس تانية معهمش أراضي خالص. يعني يا كده يا كده، مفيش وسط خالص. هو ده ظاهرة الإقطاع، ودي اللي خلت المجتمع في فرق ما بينه، إما غني وإما فقير. تاني حاجة وهي فساد الأحزاب السياسية. كنا واخدين الترم الأولاني إن في أحزاب كتير ولكن ما كانش ليها أي لازمة. ليه؟ عشان كانت أحزاب فاسدة، كانت مصلحجية، كان اهم حاجه مصلحتهم وبس، ما كانوش بيفكروا في المجتمع خالص. فده كده السببين بتوع سوء الاحوال الاجتماعيه. وثلاثه إقامة جيش قوي يقدر إن هو يحمي مصر، إقامة حياة ديمقراطية عشان يبقى فيه حرية رأي زي ما كده ما بتقول رضوى الشربيني، وإقامة عدالة اجتماعية، إن يكون في عدل ما بين كل المجتمع. طب مصر الثورة دي كانت ليها فايدة؟ هقول لك كان ليها إنجازات في مجالات كتير. أول حاجة هنتكلم عليها الإنجازات في المجال السياسي. 3 إلغاء دستور 1923 اللي احنا درسناه الترم الأولاني. تاني حاجة إلغاء الأحزاب السياسية اللي ما كانش ليها أي لازمة. تالت حاجة إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وهنا هيجي أول رئيس للجمهورية وهو الرئيس محمد نجيب. رابع حاجة عندي من الإنجازات وإن مصر قعدت مع بريطانيا قالت لها بقول لك إيه، عايز أتكلم معاكي كلمتين. المهم الكلمتين خلصوا على إن بريطانيا تمشي من مصر قدامها 20 شهر. طب مصر الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 1954، وبكده بريطانيا مشت من مصر وخلاص. بعدها بسنتين 1956. سادس حاجة وآخر حاجة في الإنجازات السياسية وهي تأميم شركة قناة السويس. إيه ده مصر؟ تأميم؟ يعني إيه كلمة تأميم؟ كلمة تأميم يعني تحولها من إدارة أجنبية لإدارة مصرية. مش إحنا كنا واخدين إن شركة قناة السويس دي كان اللي عاملها الله ينور ديليسيبس. مين هو ديليسيبس؟ جدع بتاع المكرونة. فبالتالي كان شركة قناة السويس دي كانت أجنبية، فاحنا دلوقتي عايزين نحولها لإيه؟ لمصرية. دلوقتي كده 6 إنجازات في المجال السياسي. ندخل بعد كده على إنجازات في المجال الاقتصادي. وما دام هسمع كلمة مجال اقتصادي يبقى هتكلم عن 3 شغلانات: زراعة، صناعة، تجارة. نبدأ أول حاجة بشغلانة الزراعة. من الآخر بدأنا إن احنا نشوف أراضي ونزرعها. تاني حاجة بناء سد، أشهر سد في مصر هو السد العالي. تم بناء السد العالي سنة 1971. طب إيه يا مصر أهمية السد العالي؟ أهمية أي سد عامة حاجتين يا معلم. أول حاجة إن هو يخزن لك المية، تاني حاجة إن هو يحميك من الفيضان عشان ما تغرقش. لا انا عارفك ان انت عايز تغرق وتبلبط، لا مش وقت يا معلم، الجو ساقع دلوقتي. بعد ما اتكلمنا عن الزراعه نيجي نتكلم عن الصناعه. اول حاجه انشاء مصانع. بنينا مصانع حديد في حلوان، مصانع اسمده س في اسوان. تاني حاجه البحث عن بترول، بدانا ان احنا ندور على البترول. بعد كده نيجي نتكلم عن التجاره. ما دام دلوقتي بهتم بالتجاره يبقى بهتم بالبيع والشراء، فبالتالي فتح اسواق عشان ابدا ان انا ابيع فيها. تاني حاجه تمصير البنوك والشركات. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه كلمه تمصير؟ تمصير زيها زي كلمه تاميم، زي اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، اللي هي تحويلها من اداره اجنبيه لاداره مصريه. جميل ان اي شركه او اي بنك او اي حاجه اجنبيه في مصر هيتم تحويلها الى اداره مصريه بدل ما كانت اجنبيه. نيجي نتكلم بعد كده على الانجازات في المجال الاجتماعي. اول حاجه القضاء على الاقطاع، ان احنا هنبدا نوزع الاراضي صح، مش في ناس معاهم في ناس معاهمش، لا هنوزع الاراضي من اول وجديد. عشان كده طلع قانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان كل واحد فينا ليه 50 فدان. ايوه انت منك ليها، كل واحد فيكم هيبقى ليه 50 فدان. اي خدمه. تاني حاجه في انجازات المجال الاجتماعي وهي ان الست
ادينا لها حق ان هي تترشح في الانتخابات. يا مصر هترشح في الانتخابات؟ هقول لك طبعا، ما ده تبع المجتمع، الست تبع المجتمع، ده الست نص المجتمع، فبالتالي لازم اديها اهميه. هترشح في الانتخابات في مجلس الامه، وركز معايا فيه عشان هنحتاجه بعد كده في الدروس اللي جايه. مجلس الامه سنه 1956. بعد كده هنبدا برضو ان احنا نعمل وحدات صحيه، نحدد ساعات للعمل. ليه يا مستر؟ هقول لك يا معلم، ساعتها العامل كان بيطلع عينه، كان يقعد يشتغل 18 ساعه وفي الاخر بيقبض ملاليم. فعلشان كده عملنا قانون يحدد ساعات العمل، وان كمان لو قعد وقت زياده هنديله اوفر تايم. جميل. بعد كده عندنا في الانجازات وان احنا خلينا التعليم مجاني عشان كله يتعلم بدل ما كلكم قاعدين على السوشيال ميديا كده. بعد كده قلنا نهتم بالناس كبار السن، جدي وجدك وستي وستك، بدل ان احنا نهتم بيهم ونعمل لهم بقى معاشات عشان يقدروا ان هم يقبضوا منها، ونهتم بالتامينات، وكده نكون خلصنا المجال الاجتماعي. تعالى بقى اقول لك، لسه قايل لك في اول الدرس ان الثوره دي خلت تاريخ مصر يتشقلب. ليه يا مستر بقى؟ هقول لك علشان الثوره دي خلت ان كل الدول العربيه وكتير من دول العالم بدل ما هم كانوا محتلين ان هم كمان عايزين يبقوا مستقلين. قالوا اشمعنى مصر؟ هي مصر احسن مننا؟ لا، احنا كمان عايزين نبقى مستقلين، وعايزينك يا احتلال تطلع بره. طب يا مستر قدروا ان هم يعملوا كده؟ هقول لك، ما هي مصر ساندتهم، وده كده انجازات في المجال العربي. ان مصر عملت 2 مسانده، سندت الشعوب العربيه والافريقيه ان هم يقدروا يحصلوا على الاستقلال زيهم زي مصر، وان هي سندت الشعب الفلسطيني، وده اللي هنعرفه في تاني درس تمام في الحصه اللي جايه. تكمله بقى الشقلبه بتاعه تاريخ مصر، عندي انجازات في المجال الدولي. ان مصر كان ليها دور في تشكيل حركه اسمها حركه عدم الانحياز. ايه ده يا مستر؟ ايه عدم الانحياز ده؟ بص يا معلم، كان عندي في العالم كتلتين، كتله شرقيه وكتله غربيه. الكتله الشرقيه دي اللي هي عباره عن روسيا وشويه دول، الكتله الغربيه اللي هي عباره عن الولايات وشويه دول. فالمهم اي دوله في العالم يا تكون مع ده يا تكون مع ده. فمصر قالت لك بقول لك ايه، انا لا معاكي ولا معاها، انا لا هكون مع ده ولا هكون مع ده، انا مع نفسي. فعملت حاجه اسمها عدم الانحياز، وساعدها في حركه عدم الانحياز ده دوله الهند ودوله يوغوسلافيا. واتعملت حركه عدم الانحياز في مؤتمر اسمه مؤتمر باندونج سنه 1955. وبكده نكون خلصنا الدرس مع بعض، ونتقابل في درس تاني. سلام.